السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده حبيت أوريكم طريقتي في عمل الكوبيبة المحشية لحمة مفرومة أو الكبة زي ما بتسموها. طريقة اقتصادية وسهلة جدًا، وهترمي معاكم كمية هتشيلوها في الفريزر، هتنفعكم في شهر رمضان. يا رب الفيديو يعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة معايا دول 3 كوبايات من البرغل الناعم، هاضيف عليهم 3 كوبايات من المَيّة المغلية، مقدار المَيّة نفس مقدار البرغل. وهننقع كده البرغل في المَيّة لمدة نُص ساعة، هنغطيها وهنسيبها لحد ما البرغل كده يطرى معانا وينفش والكمية بتاعته تتضاعف. خلاص كده ده شكله اهو بعد ما عدى عليه نُص ساعة، شايفين كميته اتضاعفت ازاي، وطرى طبعًا إن هو شرب كمية السوائل كلها. حضّرت بقى معايا بطاطستين كبار سلقتهم كويس جدًا، وبعدين هاهرسهم كده بالشوكة، وبعدين هننزل بالبطاطس على البرغل. هنحتاج كمان معايا معلقة ونُص كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من الملح، نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر. هننزل بكل البهارات ديّة على البرغل والبطاطس. هنقلب بقى كل المكونات ديّة مع بعض، ضروري بقى طبعًا نعجنها كويس جدًا، جدًا، يعني لمدة 5 دقايق لحد ما نتأكد كده إن البطاطس والنشا والملح والفلفل الأسمر كل الحاجات دي اندمجت مع البرغل وكوّنت معاكم عجينة. ممكن تحتاجوا مَيّة، هتزودوا مَيّة شوية، شوية لحد ما العجينة تلِم معاكم. خلاص كده أنا عجنت المكونات كلها مع بعض واتأكدت إن المكونات كلها اندمجت، هنسيبها ترتاح كده حوالي ربع ساعة. حشوة بقى اللحمة المفرومة دي أنا كنت محضراها أول حاجة يعني من قبل ما أبدأ في تحضير عجينة البرغل، لأن ضروري الحشوة تكون باردة ما تبقاش سخنة. حضرت كمان طبق صغير يكون فيه شوية مية بيساعدني كده في تشكيل الكوبيبة أو الكبة. استخدمت كمان الميزان علشان أوزن عليه قطعة الكوبيبة، علشان أنا حابة إن كلهم يطلعوا يعني حجم واحد. أنا عايزاها تكون حوالي 40 جرام. تقدروا تستخدموا ميزان، أو لو مش متوفر خلاص بالنظر كده شكلهم كلهم كده كور يعني تكون بحجم الليمونة الكبيرة شوية. طريقة بقى التشكيل سهلة جدا، بناخد كده قطعة الكوبيبة وبنعمل لها كده حفرة كده في النص أو تجويف أو زي كأنها يعني بنقورها، وتكون سمكها متوسط مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي. ناخد بقى اللحمة المفرومة ونحشيها تبقى مليانة، وبمساعدة كده المية بنبل الفرشة وبنمسح كده الأطراف علشان نقفلها كده ونضمها على بعض وما يبقاش فيها أي فراغات. وبنلفها كده بإيدينا وبنسحب كده الأطراف علشان يدينا كده شكل الكوبيبة. بمساعدة المية بقى ظبطوا برضو شكلها كده والفينش النهائي ليها. هعمل برضو معاكم واحدة كمان علشان تكون طريقة تشكيلها واضحة وسهلة. طريقة تشكيلها سهلة جدا، وكمان طريقة تحضير العجينة سهلة، من التفريزات السهلة اللي ممكن تحضروها لشهر رمضان. يعني طبق جانبي كده تطلعوه سهل وسريع جنب أي حاجة انتوا عاملينها، وبترمي معاكم كمية ما شاء الله كبيرة جدا. بتفرزوا بقى الكمية اللي انتوا حابينها وتقلوا الكمية اللي انتوا حابين تستخدموها في زيت غزير، وبتتقلب تاخد لون ذهبي من الجناب كلها. تكون النار متوسطة، بتبقى مقرمشة من بره ومن جوه، بطعمها بجد في منتهى الروعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.